أهلا بكم من جديد. مثل ما تعرفون كل فترة طالعت لنا عاهة جديدة وشاغلة مواقع التواصل الاجتماعي مثل حسون. بداية كل فيديو ينزله يدعي انه هو ثقيل. الله ربكم الثقيل يحبكم، الثقيل يحبكم، ثقيل يعني مشتاق لكم. الله ربكم الثقيل يحبكم. حسن الثقيل باقي ويتمدد. حسن اللي يبقى ثقيل ويتمدد هو حر، بس قبل لا يتمدد خليه يسمعني. الثقيل يتميز بأخلاقه العالية، وأكيد هذا الشيء يرجع لتربيته وبكلامه الطيب واحترامه للناس، مو يقعد يفشر ويتفل عليهم ليل ونهار. يا زبايل على وجهك، ما اقدر انزع الحذاء لان طيان بالقاع. انتو يا زبايل يا حشرات يا قنادر، افتهم ابن الزمال ابن القندرة، افتهم. وانا ايش جاي احكي لك لكن قرض وزبايل. طبعا ما بيك اي صفة من اللي ذكرتهن، اخلاقك زفت وما تحترم الناس اللي تتابعك. وتعال فهمنا شلون ثقيل وتتمرقص قدام الرايح بالجاي. مع الاسف عليك عود، هاي انت الثقيل. انت ثقيل صح، بس من الوسخ مو غير شيء. لحيتك تقول بلوز حياك، والكوشة براسك كأنها بنية بوتيته، واذا ما راح تزينهن لو شوف الانشارة اعتقد القمر راح يطلع مظاهرات من شعرك. الظاهر القمر اللي براسك ما يخليك تستوعب صفات الثقيل شلون تكون. انت حرامات رب العالمين خلقك وصرف عليك طين، لان طينتها للاخير. انا اول مرة اشوف ثقيل يحكي على بنات بلده بهاي الطريقة. وبالنسبة للبنات يابا خلي في ايدك وتسوي هيك لك بابا. انت من تنامين بالبيت تسبعين دكة العلمود الماعين لا تنامين، تالي ما تالي بالسوق هيك تباعي لي وهيك تسوين على وجهك. طبعا هذا للبنات اللي هيك يسوون. ومن هاي شوف هذا عابت له ما مغسل وجهه الصبح لك. شوف هذا ما اعرف شنو لك بابا غير انتي تلبسين حفاضه حال الطفل. تلبس حفاضة حال الطفل وتسوي لك هيك بالسوق؟ طبعا لين ما تشوف بشر قدامها وماكو فرق بينك وبين هذا. بس صدق يعني تحية خاصة للبنية اللي ضاربتك بور معدل لدرجة صاعد عندك الضغط فول ودا تنزل هيك فيديوهات تحكي على البنات. وبالنسبة للبنات امهات الحفاضة ارجع واذكر انت كان حال عمود اخوي الزغيرون او حنونة الزغيرونة من النوم هن لبسن حفاضة. انت بكلامك هذا دمجت مو بس بنات بلدك، وخواتك وبنات خالتك وكل بنات عشيرتك تعيرهن يلبسن حفاضات مثل الاطفال. زين هو هذا الشيء بديها نقابل حكمة ربك، ولو ما هذا الشيء كان انت وامثالك ما اجيت الدنيا. ولا تنسى اللي فتحت لك الحدود لفتك هناك باوروبا هي امارات. انت مال خارج، انت مال خليك بقبو جوا القاع، لان حرامات تختلط ويا البشريه. هذا الفيديو يختلف عن كل الفيديوهات، ويا رب ان شاء الله يعجبكم، ويا رب ان شاء الله ما حد يغلط. وابوس ايد امك لا تغلط، وابوس ايد ابوك لا تغلط، وابوس ايد امك لا تغلطين، وابوس ايد ابوك لا تغلطين. الشغله الوحيده اللي محيرتني بالفيديو دا يبوس ايدينات مقدما حتى يتعاطفون وياه بالتعليقات، لان يعرف نفسه راح ينهان، ومع ذلك مصر على شراء هذا الكم الهائل من الاهانات. حبيبي انت احكي، هسه احنا هم جاي ننزل فيديوهات وجاي نحكي، بس ما نحكي على شعبنا، يعني ما نحكي على مواطنينا، ما نحكي عنا هن. اكو شغلات دا يصير ببلدنا نحكي عليها اخو، مو نحكي على بلدنا ولا نحكي على هن ولا نحكي على ناسنا. اوقف منو ما يحكي على اهله وناسه؟ لحد امهات الحفاضات اللي حكيت عليهن منين؟ من اوروبا مثلا؟ لكم خشم الوسخه الجايفه على وجهك. ما اقدر انزع الحذاء لان طيان بالقاع، كان صلختك بالحذاء يا وسخه. لك بابا غير انتي تلبسين حفاضه حال الطفل. الصراحه اعجز عن وصفك، لان اسلوبك واطي. لك ليش هيك ليش؟ مو هذا نسترك وغطاك؟ الانسان من يطلع خارج بلده لازم يكون هويه يمثل بيها كل ابناء شعبه. يعني ليش ما تحاول تنقل صوره حلوه عن بلدك وتسعد بيها اللي يشوفك؟ نزل لك فيديو ادعم بيه الحشد الشعبي، ادعم بيه فد شيء حلو للعراق. وانت برا صحيح ما تقدر تقاتل، هذا يعني مو شرط الا تقاتل، انت هناك برا ادعم الحشد بفيديو حلو،
بكلمات حلوه الله يوفقهم الله ينصرهم. من هالحكي هذا ليش تقعد تغلط وتشتم وما ادري شنو؟ اوكي اوافقك الرأي، لازم نوصل صورة حلوة عن وطننا وندعم الحشد الشعبي والله يوفقهم وينصرهم ان شاء الله. بس اريد افتهم انت شلون دعمتهم وشنو الصورة اللي نقلتها على بلدك العراق؟ هاي التفلة برقة ويجيني واحد يعلق يقول لي ليش سافرت؟ بابا احنا كنا بسجن وطلعنا من السجن تريدني ارجع للسجن مرة الثانية على مود خلقتك الزفرة؟